السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة وصفتنا هنعمل الرباني. في ناس كتير قوي متعرفش الرباني، هي عبارة عن كيكة وبسبوسة. أول حاجة عندي المقادير زي ما انتم شايفين كده بدرجة حرارة الغرفة. عندي بيضتين، احط عليهم كيس من الفانيليا، ظرف واحد بس. طبعا ابني اللي كان ماسك المضرب بيلعب يعني. بعد كده حطيت كوباية من السكر، سكر حبيبات عادي، وهبدأ ان انا اضربهم بالمضرب اليدوي زي ما انتم شايفين كده، او مضرب كهرباء او في الخلاط اللي موجود عندك والمتاح عندك استخدميه. ما تعطليش نفسك على حاجة. ضربتهم لحد ما بقوا بالشكل دوت، اللون الكريمي دوت. بعد كده نزلت ب3 معالق من السمنة او زبدة المتاح عندك برضو، وحطيت نص كوباية من الزيت، وقلبتهم بالشكل دوت. بعد كده هبدأ ان انا انزل وبنخل الدقيق. حطيت كوباية من الدقيق، نخلتها بالشكل دوت، وحطيت الكوباية التانية زي ما انتم شايفين اهو. يبقى انا كده حطيت كوبايتين من الدقيق، ظرف من البيكنج باودر، ورشة من الملح، وحطيت كوبايتين من الزبادي البلدي، او ممكن زبادي شركات عادي المتاح عندك، او زبادي انت عاملاه في البيت. انا حطيت، المهم ان انا حطيت كوبايتين. بعد كده بدأت ان انا اضيف اللبن، حطيت كوباية من اللبن. هنا جوزي كان بيساعدني بس. وبدأت اضرب بقى ان انا يعني كل خطوة انا بضيفها، او كل حاجة انا بضيفها ببدأ ان انا اضرب بالمضرب اليدوي زي ما انتم شايفين كده. حطيت كوباية من اللبن او الحليب، عشان دول العربية بتقول على اللبن حليب. بعد كده بقى خلطتهم كويس. هنزل بكيس من البسبوسة الجاهز. ده كيس كان عندي بسبوسة من الجاهز، يعني اكياس بسبوسة جاهزة كده. فضيته على الخليط دوت، وهبدأ اضرب. بمجرد ان انا بحط الخليط بتاع البسبوسة ما بقلبش كتير، عشان نسبة الجلوتين اللي فيه بتبقى عالية جدا، عشان ما يعني معنى صح ما تبص مني. بعد كده حطيت ربع كوباية من اللبن، لان لما زودت البسبوسة القوام كان تقيل قوي، فانا حطيت ربع كوباية من اللبن او الحليب. هفضل اضرب زي ما انتم شايفين كده. بعد كده خلاص هجيب الصينيه بتاعتي دهناها بالسمنه من الارضيه والجوانب بتاعتها، علشان الخليط بتاعي بعد السوا ما يلزقش. حطيت الخليط بتاعي اهو في الصينيه زي ما انتم شايفين. الفرن كان الكهرباء الشبكه في النص على درجه حراره 180 درجه. هديها بس خبطتين كده في الارض علشان لو اي فقاعات موجوده تطلع، عشان ما تعمليش فتحه البركان وتبقى شكلها مش لطيف. انا عايزاها تكون متساويه. بعد ما طلعتها زي ما انتم شايفين كده، عندي ظرف من الفانيليا حطيته على الشربات بتاعي. كوبايه ونص من السكر على كوبايه ونص من الميه بس كده. حطيتهم. اول ما السكر بتاعي اختفى وغلى غلوتين خلاص طفيت عليه. انا عايزاه خفيف مش عايزاه تقيل. حطيت ظرف الفانيليا بتاعي، وبدات ان انا اضيف على الصينيه بتاعتي بسقيها. طالما اي حاجه بتعمليها من الحلويات بتسقيها وبتلاقيها بتشرب معاكي شربات، تعرفي ان الحاجه اللي انت عاملاها دي ممتازه وناجحه. زي ما قلتلكوا اي حاجه بتعمليها من الحلويات طالما سقيتيها وبتشرب معاكي يبقى كده تمام. الحاجه اللي انت عاملاها مظبوطه معاكي. طالما بتشرب يبقى هي كده مظبوطه. بعد ما سقيتها بقى كنت بتاكد ان هي خدت كفايتها. قلت هقطعها وهشوفها برضو. الكلام ده كان اصلا هي سخنه، مطلعاها طبعا كانت سخنه، والشربات بتاعي دافي ما كانش بارد خالص. الصينيه بتاعتي كانت سخنه والشربات كان دافي. هنا بوريكم ان هي كانت سخنه يعني وطريه وجميله جدا، وبصراحه كان طعمها وشكلها وريحتها تحفه. بدأت ان انا اقطعها بالشكل ده. وطبعا تقطيعه والقالب اللي انت هتحطي فيه ده على حسب الرغبة برضو. قطعتها كده اللي هي ايه مربعات. ممكن طبعا تزينيها جوز الهند، بفرماسيل، بسوداني مبشور، اللي موجود عندك ضيفيه. بس بصراحة هي ما كانتش محتاجة اصلا تزيين ولا اي حاجة، هي تحفة من غير اي زينة.
زي ما انتوا شايفين كده شكلها بجد تحفة وطعمها روعة. اتمنى ان انتوا تعملوها ان شاء الله وتجربوها، هتعجبكم جدا وسهلة جدا والمقادير مظبوطة 100%. بدأت بقى جبت الطبق بتاعي وبدأت ان انا اطلع في الطبق كده بالشكل ده. هنا بوريكم بصوا عاملة ازاي. شايفين الجمال؟ مفيش احلى من كده ولا اروع من كده بجد، يعني حاجة ولا الخيال. هوريكم كمان عن قريب، بجد الطعم حكاية وروعة وتحفة. جربوها ان شاء الله هتعجبكم باذن الله. بصوا انا هنا بوريكم ان هي بصوا عامله ازاي. كان طعمها تحفه، جميله جدا وسهله جدا وحاجه كده حلوه تعمليها في البيت ولاولادك ولاطفالك ان شاء الله تعجبكم. اشوفكم على خير في فيديو جديد، واتمنى لكم الستر والصحه والسعاده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.